وقبل أي كلام هنصلي على الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. وهيبدأ الفيلم لتلات أشخاص متسللين من مملكة البشر لمملكة السحر علشان يسرقوا منها كائنات سحرية. واحد منهم جه يمسك الكائن معرفش عشان الكائن هرب منه، فطلع الشخص ده يجري ورا الكائن لحد ما دخلوا مكان كله زهور. الزهور دي اسمها زهور الضريح. فالشخص ده خد الكائن وخد زهرة من الزهور وطلع يجري لما سمع صوت صريخ صحابه اللي ملفسن طلعت لهم، وطبعا كسرت عظمه. اما الشخص اللي هرب ده رجع للمملكة وراح لراجل شكله غريب جدا علشان يبيع له الكائن والزهرة اللي معاه. وتاني يوم الصبح بنشوف أوريرا وهي مجمعة كل الكائنات السحرية، وكانت متضايقة جدا علشان عايزة تعرف سر اختفاء الكائنات ديت. فالتلات كائنات اللي ربوها حبوا يخرجوها من المود، فجابوا لها جنية شقية سرقت منها تاج وطلعت تجري وتجري وراها. وفجأة بيظهر لها الأمير فيليب وبيطلب منها الجواز وبيقدم لها خاتم الخطوبة. وطبعا أوريرا فرحت جدا ووافق، وفرح معاها كل مملكة السحر علشان كانوا شايفين قصة الحب اللي بقالها 5 سنين. وكالعادة ديفال راح يبلغ ميلفسن بالخبر المفرح ده، بس ميلفسن غضبت جدا وطارت بسرعة لأوريرا علشان تمنعها عن قرارها. بس أوريرا حاولت تقنعها وحاولت تفهمها إن فيليب شخص جميل زيها، وبتقول لها إن فيليب بيحبها جدا وهيحافظ عليها، وبتطلب من ميلفسن إن هي تديله فرصة تانية. وبيروح فيليب للمملكة علشان يبلغ أبوه وأمه عن موافقة أوريرا للخطوبة. فطبعا أبوه بيفرح جدا من قلبه. أما أمه الملكة فكانت ظاهر عليها إن هي فرحانة، وطلبت من فيليب إن هو يعزم أوريرا على العشاء وتجيب معاها ميلفسن. وبنشوف بعدها فيليب وهو قلقان جدا من وجود ميلفسن في القصر. وبعدها بنشوف أبوه الملك وهو بيطمنه وبيقول له إن حضور ميلفسن للعشاء ممكن يخلي المملكتين يتحدوا. وطبعا الكلام ده ضايق أمه جدا وخلاها تروح لأوضة الملابس بتاعتها وبتلف في راس تمثال وبيفتح لها مخبأ سري هي عاملاه جوه القصر بتاعها علشان تصنع فيه أسلحة وقذايف من حديد، علشان عارفة إن الحديد هو سر ضعف الجنيات. وبنشوفها وهي رايحة مخبأ تاني فيه الراجل الغريب اللي خد الكائن السحري وزهرة الضريح. والأغرب بقى إن هي شايلة عجلة الغزل اللي اتلعنت بها أوريرا، وواضح جدا على الملكة إن هي عاملة خطة. وبعدها بنشوف أوريرا وهي رايحة لميلفسنت علشان تقول لها إن هما معزومين في قصر فليب على العشاء، وبتطلب منها إن هي تيجي معاها بس تغطي قرونها علشان البشر ما يخافوش منها. فطبعا ميلفسنت توافق علشان ما تزعلش أوريرا. وفعلا ميلفسنت وأوريرا وديفال وصلوا المملكة، بس أول ما البشر شافوها خافوا جدا وطلعوا يجروا. وطبعا الملك والملكة رحبوا بأوريرا الأول، وبعديها دخلت ميلفسنت وديفال. وهم قاعدين على طاولة العشاء بدأت الملكة في استفزاز ميلفسنت، وأول الاستفزاز إن هي حطت شوك ومعالق من حديد وبدأت تتكلم عن أبو أوريرا ستيفن وإن هو مات إزاي ومين اللي قتله. وطبعا أوريرا كانت دايما بتهدي ميلفسنت، والملكة كمان ما سكتتش، فضلت تتكلم عن اللعنة اللي حصلت لأوريرا وهي صغيرة، وكملت استفزازها وقالت لها إن هي هتبقى ليها أم حقيقية بدل الأم الجنية الأم المزيفة. وده خلى ميلفسنت غضبت جدا ووقعت السفرة وضربت الحراس. والملك وهو بيهدي ميلفسنت فجأة بيقع من طوله، فالملكة بسرعة بتستغل الظرف وبتقول إن ميلفسنت هي اللي عملت له لعنة. بس ميلفسنت بتقول لأوريرا إن هي ما عملتش حاجة وإن هما لازم يمشوا من هنا، بس أوريرا بترفض وبتقعد معاهم، وده اللي بيزعل ميلفسنت جدا وبيخليها تمشي. بس مساعدة الملكة بتضرب ميلفسنت بسهم من حديد وده اللي بيخليها تقع في النهر. بس بنشوف طائر شبهها بيجي ينقذها، وبنشوف الملك جون وهو نايم على السرير وجنبه الملكة، واللي بتكون الملكة مش عايزة أي حد يقرب للملك. فأوريرا وفليب بيطلبوا من الملكة إن هي تدي للملك قبلة حب حقيقية، بس ما بينفعش. فأوريرا بتقول لهم إن هي هتروح لميلفسنت تطلب منها إن هي تيجي تفك اللعنة. فأوريرا بتروح لمملكة السحر وبتفضل تنده على ميلفسنت وبتكون بتدور عليها، فبيقابلها ديفال وبيقولها إن هي ما ظهرتش من يومها. وبنشوف بعدها ميلفسنت وهي بتفوق وبتلاقي نفسها في مكان غريب وبتسمع صوت جاي من مكان قريب منها، فبتروح ورا الصوت ده وبتلاقي هناك جنيات شبهها قوي وبتسمعهم وهم بيكلموا عنها وعن غدر البشر ليها. وكمان بتسمع قائدهم بوريا وهو بيفكرهم بإن البشر استخدموا الحديد ضدهم علشان يقضوا عليهم ويخلوهم ينقرضوا، وإن جه الوقت إن هم لازم ينتقموا منهم وإنهم يرجعوا لأراضيهم تاني. وبنشوف كونال اللي أنقذ ميلفسنت بيقول لهم إن البشر أقوى منهم علشان بيعملوا أسلحة من حديد وده بيضعفهم، وإن الحرب دلوقتي ضد البشر خطر عليهم جدا. فبورا بيرد عليه وبيقول له إننا معانا قوة ميلفسنت اللي ما بيقدرش عليها بشر. فكونال بياخد ميلفسنت المكان اللي عايش فيهم الجنيات واللي بيعرفها على كل سلالة من الجنيات اللي شبههم، وبيقول لها إن هم هربوا من البشر في المكان ده علشان يحافظوا على سلالتهم وإنهم مش عارفين ياخدوا راحتهم. وبيروح يوريها
عليها هيكل العنقاء، وبيقول لها إن هي واخدة قوة العنقاء منها علشان هي آخر سلالتها. فبتفرح ميلفيسنت جدًا علشان بتلاقي كائنات شبهها، وفي نفس الوقت بتكون زعلانة عليهم جدًا. فبتقول لكونان إن هي مستعدة تحارب البشر علشانهم، بس كونان بيقول لها إن ممكن يكون في حل تاني غير الحرب. وبنشوف أوريرا وهي راجعة قصر الملكة علشان تعتذر لها إن هي ما لقيتش ميلفيسنت، فالملكة بتقول لها إن هي ما لهاش ذنب، وإن هي هتقعد معاها هنا علشان تحضيرات الفرح. والملكة بتخلي مساعدتها تعزم كل الكائنات السحرية عن طريق مكبر الصوت علشان يحضروا حفل زفاف أوريرا. واللي في نفس الوقت بنشوف بوريا وهو بيقول لكونال إن البشر دلوقتي ملهيين في تحضير حفل زفاف، وإن ده أفضل وقت يهاجموهم فيه. وطبعا هو كان بيسمع ميلفيسنت. وبنشوف أوريرا وهي لابسة فستان جميل جدا من صنع الجنيات، بس الملكة أصرت إن هي تلبس فستانها القديم. وبنشوف بعد كده الملكة وهي بتعلم أوريرا الاتيكيت والروتين الملكي، بس ده ما كانش عاجب أوريرا وكان مضايقها، وعلشان كمان كانت وحشها ميلفيسنت وكانت بتفكر فيها. بس فيليب بيحاول يهون عليها وبيقولها إن هو بيحبها بأي شكل إن كان، وإن هي ما تحاولش تغير من نفسها. فبتقول لفيليب إن هي حاسة بذنب من ناحية ميلفيسنت علشان هي اللي أصرت إن ميلفيسنت تحضر للقصر. وفي نفس الوقت بنشوف الملكة وهي رايحة الراجل الغريب علشان تشوفه وصل المادة الكيميائية اللي هيدمروا بيها الكائنات حفل الزفاف. الراجل الغريب ده فعلا بيجرب المادة السحرية اللي هو عملها على كائن سحري اللي كان بيشتريه من اللصوص، وفعلا المادة تنجح تحويل الكائن السحري ده إلى زهرة. فطبعا الملكة بتفرح وبتقوله إن هو يعمل لها كميات كبيرة، بس هو بيقول لها إن هو محتاج كميات كبيرة من زهرة الضريح. فبسرعة الملكة بتؤمر الحراس ومعاهم المساعدة بتاعتها إن هم يجيبوا لها كل زهور الضريح اللي في مملكة السحر. واللي في نفس الوقت بتحس ميلفيسنت إن في خطر على مملكة السحر، واللي بسرعة بترل هناك. بس للأسف بتلاقي كل الحراس خدوا كل زهور الضريح اللي في المملكة، بس الحراس بيكونوا مستنيينها علشان يقتلوها. وفي آخر لحظة بيجي كونال علشان ينقذها لتاني مرة ويتصاب بسهم من الحديد. فبسرعة بيجي بوريا وبيقتل الحراس، وبوريا وميلفيسنت بياخدوا كونال لمكانهم علشان يقدروا يعالجوه. والجنيات وميلفيسنت بيحاولوا يعالجوا كونال بس للأسف ما بيقدروش. فميلفيسنت بتبص لبوريا وكأنها بتديله إشارة إن هو ينتقم من البشر. وفي نفس الوقت بنشوف الكائنات السحرية وهي رايحة لقصر فليب علشان تحضر حفل زفاف الملكة أوريرا، وهي كانت شايفاهم من البلكونة وهي كانت مبسوطة جدا علشان هي كانت شايفاهم هما جايين يحضروا حفل زفافها. بس الغريب إن كان الحراس بيدخلوهم في قاعة خاصة بيهم بس، ومرضوش يدخلوا ديفال علشان هو على شكل إنسان، وده خلى ديفال يستغرب ويحس إن في حاجة غلط. وفليب بيروح لأوريرا علشان يديها زهرة، واللي بتطلع زهرة الضريح، وبيقول لها إن هو واخدها من أمه. فبرضه أوريرا بتستغرب جدا وبتطلع من أوضتها علشان تشوف إيه الحكاية. وهي بتدور بتدخل أوضة اللبس بتاعة الملكة وبتشوف تمثال راسه معوجة، فبتحاول تعدلها. فبيفتح لها المخبأ السري وبتدخل فيه، بس الكائن الغريب ده ما بيحسش بأوريرا وهي داخلة. وبتشوف أوريرا الإبرة اللي شكت فيها صباعها وجت تقرب منها. اللعنة ورتها إن الملكة هي اللي شكت الملك بيها، وإن ميلفيسنت فعلا ما عملتلوش حاجة. وفي اللحظة دي بيشوفها الكائن الغريب، وأوريرا بتشوف الكائنات المسروقة وعرفت إن الملكة هي اللي بتؤمر بسرقتهم. وأوريرا لسه بتتكلم مع الكائن، فجأة بتدخل عليها الملكة وبتعترف لها بكل حاجة، وبتعترف لها إن هي عمرها ما حبت الجنيات ولا الكائنات السحرية، وإن هي نفسها تسيطر على مملكة السحر، وإن عمرها ما حبت جوزها ولا ابنها علشان هم ضعفاء وبيحبوا السلام. فبسرعة بتؤمر الحراس إن هم يحبسوا أورورا في أوضتها، وفعلا الحراس بينفذوا أمر الملكة. وبتروح الملكة للمخبأ السري علشان تتابع الاستعدادات للحرب، واللي في نفس الوقت بيكون بورا والجنيات بيستعدوا للحرب علشان ينتقموا لكونان. واللي برضو بنشوف إن الحراس بيقفلوا بوابات القاعة اللي فيها الكائنات السحرية، واللي بتبدأ بمساعدة الملكة في العزف، وده بيخرج المادة الكيميائية اللي بتقتل الكائنات السحرية. وطبعا أوريرا بتبقى شايف كل ده فبتحاول تنقذهم، فبتعمل خدعة للحراس بإن هي نطت من بلكونة، وأول ما بيدخلوا بتقفل عليهم الباب وبتطلع تهرب. أما ديفيل فبيحاول يطلع على سور القصر علشان يكتشف إيه الحاجة الغريبة اللي هو حاسس بيها. أما أوريرا فبتحاول تهرب فبتقع في أوضة فيليب. فأوريرا بتقول لفيليب عن حقيقة أمه وعن اللي عايزة تعمله في الكائنات السحرية، وإن أمه هي اللي لعنت أبوه. واللي في نفس الوقت بيكون وصل بورا والجنيات، وأول ما بتشوفهم الملكة بتأمر الحراس بإبادتهم، وفعلا الحراس بيبدأوا يضربوهم بالمادة الكيميائية دي، واللي بيموت
منهم جنيات كتير جدا، واللي في اللحظة دي فيليب وأوريرا بيشوفوا كل اللي بيحصل، فبسرعة فيليب بيروح للملكة علشان يقنعها توقف الحرب دي، بس هي بترفض وبتأمر الحراس إن هم يحبسوه في الأوضة بتاعته، بس هو بيحاول يهرب. وبنشوف بعدها كونال وهو خلاص بيموت، بس بيطلب من ميلفسنت إن هي تنهي الحرب دي بسلام بين البشر والجنيات علشان ما يفضلوش طول عمرهم في حرب. وبعدها بيموت، وبيكون بورا في نفس الوقت بيشكل هجوم جديد واللي فعلا بيقدروا يخشوا القصر. وبنشوف أوريرا وهي بتحاول تنقذ الكائنات السحرية، وبيحاول كمان يساعدها ديفال، بس الحراس بيقبضوا عليهم. وفجأة بيتحول ديفال لدب في اللحظة اللي وصلت فيها ميلفسنت وحولته، وطبعا قوة ميلفسنت حولت المعركة لصالح الجنيات. وبنشوف ديفال اللي اتحول لدب وهو بينقذ الكائنات السحرية. وبعدها بنشوف بورا وهو هيقتل قائد الحراس، فبيجي فليب ويحط السيف على رقبته ويقول ان هو ممكن يقتله، بس هو مش هيقدر يعمل كده علشان ما يحققش مخطط امه. وبعدها بيرمي السيف على الارض، وطبعا ميلفسنت بتبقى شايفه كل ده، بس هي هدفها الملكه. واللي بنشوف قائد الحراس بيأمر الحراس ان هم يرموا اسلحتهم، واللي بنشوف ميلفسنت وهي رايحه للملكه بكل غضب، بس بتقف قدامها اوريرا وبتقول لها ان انت وحشتيني قوي. واوريرا بتتاسف لها جدا وتقول لها انت فعلا ام الحقيقيه. وساعتها بتضرب الملكه اوريرا بالسهم، بس ميلفسنت بتفاديها وبتتبخر ميلفسنت. وطبعا اوريرا بتنهار جدا ودموعها بتنزل على رماد ميلفسنت. وفي اللحظه اللي الملكه بتنشر فيها خبر موت ميلفسنت وبتروح تهدد اوريرا، بيتجمع فيه رماد ميلفسنت وبتتحول الى طائر العنقاء. وعلشان الملكه تنقذ نفسها رمت اوريرا من فوق البرج، فبسرعه ميلفسنت تلحقها وبتنقذها. والجنيين اول ما بيشوفوا طائر العنقاء بيخضعوا ليه، فالملكه وهي بتهرب بتلاقي نفسها متحاصره من الجنيات وبوريا كمان. وبسرعه فيليب بيطمن على اوريرا، واللي بيلاقوا ميلفسنت رجعت لشكلها الطبيعي، فاوريرا بتجري عليها وبتقول لها ان انت وحشتيني جدا. وميلفسنت بتقول لفليب ان هي موافقه على جوازتهم. وبيجي لها بعدها الراجل الغريب وبيدي لميلفسنت الابره الملعونه علشان تقتلها، وفعلا بيختفي عجله الغزل الملعونه. وبنشوف بعديها البشر والجنيات وهما بيساعدوا بعض، وساعتها فليب بيعلن عن اتحاد المملكتين. وبنشوف ميلفسنت وهي بتعالج الجروح اللي في وش اوريرا وبتجهزها لحفل زفافها، وبتجهز المملكه كلها بالورود. والملك جون بيفوق وبيعرف ان المملكتين اتحدوا، اما الملكه فهي دايما معترضه، فميلفسنت ريحتها وحولتها المعزه. وديفال بيقول لفيليب ان ممكن ميلفسنت ترجعها لك تاني. وبنشوف ميلفسنت وهي بتوصل اوريرا لفليب في وسط كل الحاضرين من المملكتين، وفعلا بيتم زفافهم. اما ميلفسنت فبتودعهم وبتقول لهم ان هي هتعيش مع المخلوقات اللي شبهها. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيلم. لو عجبك الفيلم اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل علشان يجيلك كل جديد، والى اللقاء.